السلام عليكم، ازيك يا محمود؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. احكي لنا بقى كده التجربه بتاعتك يا محمود. انا كنت 132 ونص. دلوقتي الحمد لله بفضل الله تقريبا داخلين على 6 شهور اهو، بقيت 85 او 86 يعني. طبعا يعني انا كنت خايف في الاول، طبعا قعدت كتير، قعدت بتاع سنتين واشوف التلفزيون بقى والكلام دوت عن موضوع العمليه والحركه ان انا المفروض اتحرك، بس انا ما كنتش بتحرك كويس. وفي نفس الوقت كان بيبقى عندي مشكله في النفس وانا نايم. تمام. بس الحمد لله الموضوع دوت طبعا بعد العمليه اختفى تقريبا يعني الحمد لله الحمد لله. وابتديت اتحرك اكتر من الاول، لسه واحده واحده بتتحرك، بس الاجمالي احسن من الاول بكتير طبعا. وفي نفس الوقت النفس والنوم والكلام ده لا، بقيت على طول مفيش. يعني كانت والدتي تقول لي لا انت بتعمل صوت وانت نايم او مش عارف تاخد نفسك، كنت بصحى شرقان ان انا مش عارف اخد نفسي. لا دلوقتي الموضوع اتحسن بطريقه رهيبه يعني الحمد لله. وبالنسبه للموضوع الخوف دوت انا اتخطيته، قلت بقى يعني ان انا لازم اخد الخطوه عشان اولا صحتي والدهون. وحاولت دايت كتير طبعا، ده اساسي ان احنا بنحاول الدايت، طبعا ما كانش بينجح للاسف يعني. بس الحمد لله انا عمري ما هجيب النتيجه بتاعت مثلا 6 شهور او ال7 شهور دول، عمري ما هجيبهم زي ما كنت بعمل دايت كنت ممكن اقعد سنه سنتين وفي الاخر انا بنزل 10 15 كيلو. لا وبرده ما بوصلش اللي انا عايزه. احنا ما شاء الله خاسين تقريبا 40 كيلو، حاجه 40 كيلو في 6 شهور الحمد لله الحمد لله. فطبعا ده انجاز كبير. طبعا بقى اهم حاجه لو حد شافك طبعا مثلا قرايبك الكلام ده كله يقول لك ايه ده، لا انت خسيت، بيبان طبعا. دي الكلمه دي كفايه ان هي تبين عليك. لا انا ببسط، انا بضحك، مش عايز اكتر من كده. خلاص انا خسيت الحمد لله وانا خسيت ولا والدنيا تمام الحمد لله يعني الحمد لله. ولو في تعب هيبقى تعب بسيط جدا جدا، يومين. انا الحمد لله الحمد لله بفضل الله انا ما تعبتش الحمد لله الحمد لله. وقعدت بس يومين في السرير طبيعي عمليه، بس الحمد لله بعد العمليه النتيجه تستاهل. النتيجه تستاهل جدا 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 جدا، وفرقت جدا كمان. فرقت ايه جدا. اكتر حاجه محمود كانت مضايقاك بسبب الوزن الزايد ده؟ اكتر حاجه، في حاجات كتير وانت ذكرتها، بس اكتر حاجه فعلا يعني بتحمد ربنا انها اختفت دلوقتي؟ المشي، ما كنتش بقدر امشي كتير خالص. دلوقتي الحمد لله. والنوم انا فعلا كنت بقوم حضرتك شرقان، بقوم مش قادر اخد نفسي بسبب موضوع النوم ده. لو نمت على ظهر، نمت على جنب، نمت في اي نوم متقطع ما بتاخدش كفايتك منه، ما باخدش كفايتي، وبقوم اكني زي بنهج مش قادر اقوم. وفعلا لا دلوقتي الموضوع اختفى خالص الحمد لله الحمد لله. وان نمت بنام يعني ما فيش اي حاجه، تاخد نومك متواصل ما فيش اي مشكله. طبعا المشي الحركه لا فرقت جامد، بس الحمد لله الحمد لله يعني انا مبسوط جدا ان انا ماشي معاك رحله العلاج من اولها، وقدامي اهو احنا شايفين كل فتره كنا بنخس قد ايه. انت من الناس الملتزمه جدا، وخدت الخطوه وجمدت قلبك، والحمد لله الحمد لله النتيجه باينه ومن نجاح لنجاح يا محمود. ومبسوط جدا يعني انا اللي مبسوط، وحضرتك يعني قيمه بجد بجد. انا بتشرف ان حضرتك اللي انت عملت لي عمليه، وانا اللي عرفت حضرتك اصلا، وبجد اخويا الكبير يعني. ده لو انا اللي شرف ليا بجد، وما اقدرش اقول لحضرتك اكتر من كده فعلا. ربنا يا رب يسعدك، وانت من الشباب الجميله. مبروك التخرج وتشتغل وامورك تمشي كويس باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله. يا رب. مبسوط اني شفتك النهارده. والله انا مبسوط. ربنا يخليك. تسلم. ربنا يخليك كده.